السلام عليكم، مرحبا بكم أخواتي في فيديو جديد على قناة مطبخ وتدابير ابتسام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تشوفوا الوصفة تاعنا اليوم بنينة هايلة. أفخاذ الدجاج في الكوكوط، كما تشوفوا يجيو من أروع ما يكون. ومع طريقة الطياب تاع الأرز تاني تجي هايل، يجي متبل، يجي منسم، يجي من أروع ما يكون. كما تشوفوا الطبق يحكي على نفسه. نتمنى ان شاء الله تجربوه بالطريقه هذه تاع ابتسام. نتمنى ان شاء الله اي وصفه درتها اخواتي في القناه انها تعجبكم. ما تنسوناش دائما اخواتي بالجام والاشتراك. مرحبا بكم، الف مرحبا للاخوات لي جدد والاخوات لي اول مره يشوفوا القناه. نقول لكم راكم في قناه مطبخ وتدابير ابتسام. وصفتنا كما تشوفوا فيها شهيه. مقاديرها كما تشوفوا بسيطه، بافخاذ الدجاج، وحنا درنا طبق رائع راح يحبوه بزاف افراد العائله. ويجي طايب زبده فقط. انا هنايا عاودت حمرته قليلا لان بنتي تحب لي الدجاج كيكون محمر. نتوما خليوه في الكيكوط فقط يحمر لكم. انا ما طولتش عليه علاه ما حمارش. انا راح ندير له رشه تاع الليمون راح يعطيه بنه هايله. الارز هذا كيجي طايب زبده يجي من اروع ما يكون. طبق يستاهل ويستاهل انكم تجربوه. جربوه وقولوا لي اخواتي يجي هايل. ونبداو على بركة الله في الطريقة تاعنا. راح نتبلو هذه الأفخذة هذه بتتبيلة تجي رائعة بنينة هايلة. هنا الكمية تاع أفخذة الدجاج تقعد على حسب الرغبة تاعك وعلى حسب أفراد العائلة. هنا عندي كما تشوفوا الكركم، عندك الكاري، توابل الدجاج، واش متوفر عندك ديريه أختي. هنا كما تشوفوا ضفنا فلفل أسود. دائما الكمية تقعد على حسب كمية الدجاج اللي درتيها. أنا عندي ملعقة تاع ولا نص ملعقة كبيرة تاع مارغرين ولا سمن اللي تفضليه ديريه مع الزيت بطبيعة الحال. كما تشوفوا الزنجبيل ثاني حيعطيها بنة هايلة. كامل هذه التتبيلة راح تخلي هذه الأفخذة تاعنا يجيو بنان. هنا الزيت ثاني كما قلت لكم تقريبا 2 إلى 3 ملاعق تاع الزيت. هنا ثاني ملعقة صغيرة تاع المطارد حيعطيه بنة هايلة كما تشوفوا. والثوم ثاني 3 فصوص ولا 4 فصوص تاع ثوم. اذا ما عندكش ثوم طازجه ديري ثوم بودره فقط. هنا كما شفتوا نص ملعقه كبيره تاع المطارد. هنا كما تشوفون نخلط كامل هذه المكونات مع بعضهم. هذه هي التتبيله تاعنا. نزيدو هنايا اذا عندك زعتر ولا معدنوس، كرافس اللي متوفر عندك من هذا الحشاوش هذو، ولا من هذا المعدنوس ولا الدبشه تقدري ديريه ثاني. الزعتر راح يعطيه بنه هايله. نخلطهم جميعا ونروح ندير لهم كميه تقريبا نصف كاس فقط تاع الماء ونديرهم فوق النار حتى يطيبوا جيدا. نغلقي عليهم تقريبا 10 دقائق إلى 12 دقيقة وتلقى. وما نساوش اخواتي الملح. هنايا المرحله الثانيه بعد ما نروحو نديو هذاك الافخذه تاعنا يطيبوا. جبت كاس كيما تشوفوا تاع الارز، ارز بسمتي هذا تاع الميزان. نحاول اني نديرو في الماء هكا ومن بعد نروح نشلو عده مرات باش نحيلو كامل هذاك النشا فيه ونخليه هكا يترقد اخواتي. ومن بعد راح نطيبوه. هنا شوفوا هذوك الافخذه بعد ما طابوا. هنا بغيتيهم انهم يحمروا فقط. انا كيما تشوفوا بعد ما طابوا ديتهم حمرتهم. كيما قلت لكم انا بنتي تحب الدجاج اللي محمر. انتي بغيتيهم يجيو حمر خليهم فقط يزيدوا شويه. وهذا الصلصه هذه راح نطيبوا فيها الارز. كيما تشوفوا الكميه هذه بعد ما درناها والارز تاعنا بعد ما شمختو راح نضيفو هنايا. انتي ديري دائما على حسب افراد العائله تاعك. جبت حبه جزر وحبه تاع كورجيت قطعتهم مربعات. عندي الرند فقط هنا باش يجي الارز تاعنا بنين. هنا تقدري نخلطوا كامل هذه المكونات. ومن بعد انا درت كاس تاع الارز راح نضيفوا له 2 كؤوس ونصف تاع الماء. يجي طايب على حبه يجي ما شاء الله يجي طبق متكامل كما شفتوا اخواتي. طبق رائع. نديوه فوق النار بعد ما يتقلى كامل راح نزيدوا له كما قلت لكم 2 كؤوس ونصف تاع الماء. انتي على حسب درتي كاس ولا نصف كاس ولا الكيله اللي درتي بها كملي بها الماء. خلطهم كامل مع هذا الورقه تاع الرند كما قلت لكم. ونغلق عليها ونخليها حتى هذاك الروز تاعنا يتشرب كامل. انا غلقت عليه الكوكوطه باش ما يديليش الوقت بزاف اخواتي. ويكون الطبق تاعنا جاهز. نتمنى ان شاء الله الوصفه والاقتراح تاع اليوم يعجبكم. طبق متكامل رائع بنين. كما قلت لكم انا هنايا فقط حمرت الدجاج تاعي. انتي بغيتيش ما تحمريش ما تحمريش. شوفوا الارز تاعنا يجي طايب على حبه هذيك السناريه وهذاك الجزر. حبيتي فقط تقصيه مرقاق وليداتك ما ياكلولكش هذا الخضر. انا حبيت نديرو بالخضر باش يكون طبق متكامل. قصيه مرقاق فقط. وهاو الطبق تاعنا جاهز في طاولة التقديم. يجي من اروع ما يكون بنين هايل. كما تشوفوا نزيدو معاه صحن سلطه.
قدمت معاه شرائح تاع الليمون، ثاني معدنوس والدبشه اذا متوفر تقدري ثاني ترافقيه بانواع تاع الزيتون كيما تشوفوا. نتمنى ان شاء الله الوصفه والاقتراح تاع اليوم يعجبكم اخواتي. الا عجبكم بطبيعه الحال ما تنساوش ما تنسونيش دائما بالجام، هذاك راح يحفزني ويشجعني ويخلي فيديوهاتي يطلعوا في اليوتيوب ويشوفوهم اكبر عدد من الاخوات. دائما بارطاجيو القناه اخواتي في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه هي الوصفه وهذا هو الاقتراح تاع اليوم. وطريقة التقديم تقعد اختيارية، كل أخت على حسب المقدور المتوفر تاعنا. شوفوا الدجاج تاعنا جا طايب زبدة، أنا راح ندير له رشة تاع الليمون. أنا نحب الليمون في الأكل بصفة عامة، يعطينا بنة ومذاق رائع للدجاج. نتمنى إن شاء الله الوصفة والاقتراح تاع اليوم. في الأخير شو نقول لكم؟ دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استنوني دائما في فيديو جديد على قناة مطبخ وتدابير ابتسام. دمتم سالمين وفي أمان الله.